السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. اليوم بإذن الله وكالعادة غادي يكون عندنا فيديو ناضي مهم جدا واللي غادي نهضروا فيه على جديد لاعبين المنتخب شنو واقع معاهم وما إلى ذلك، إضافة إلى بزاف ديال التفاصيل اللي غادي نبارطاجيها معكم بالمختصر المفيد، يعني خفن زربان بدون أي حشو في الكلام. لذلك بدون أي إطالة ندخلوا مباشرة في العمر. والبداية وقبل ما ندخلوا في القاصح نديروا تسخينات مع بعض الأخبار اللي تبارطاجيت في الساعات القليلة الماضية. بداية من الدولي المغربي ناصر مزراوي، وحسب الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ كما كيبان لكم بالواضح، قال لك بان المغربي البارح هو واللاعب الالماني الكسندر بافلوفيتش خاض كليهما حصه تدريبيه فرديه. دابا كاين اللي غادي يسائل ياك ناصر رجع من الاصابه اذا علاش كيدرب بشكل فردي؟ فالامر ببساطه هو هذه الحصه التدريبيه اللي كانت مع اللاعب الاخر بافلوفيتش الهدف ديالها كان هي الرفع من لياقتهما البدنيه، وليست لها علاقه بديك التدريب الفرديه اللي كتكون مرتبطه باصابه لاعبين، اي كانت حصه اضافيه بحكم ان اللاعبين اولا كانوا مصابين مؤخرا، ثانيا ما لعبوش المباراه الاخيره اللي كانت ضد الغاناز الارسنال في دوري ابطال اوروبا، وهذا هو البلان ببساطه شديده جدا. اما بالنسبه للاخبار اللي جاي من المانيا واللي كتقول بان مزراوي حاطينه في قائمه اللاعبين اللي غادي يغادروا النادي البافاري هذا الموسم، وهذا الخبر بين قوسين كنت بارطاجيته معكم سابقا، ولكن الا جينا نشوفوا من زاويه اخرى غادي نلقاو بان هذا الشيء سابق لاوان. علاش؟ لاننا ببساطه مازال ما عارفينش حد الان المدرب الذي سيخلف الالماني توماس قاس حراس، ولكن طبعا هو اللي غادي يكون عنده القرار الاول والاخير واش غادي يفرط لك في نصير او العكس. يعني واخا تكون مصادر الصحف الالمانيه صحيحه بان اسم المغربي تم ادراجه في لائحه المغادرين، فراه المدرب كما قلنا هو اللي غادي تكون عنده الكلمه الاخيره، لكن غادي يحتاج نصير اكيد ما غاديش يفرط فيه والعكس صحيح. ومن مزراوي نصير الى الدولي المغربي الاخر رايا ماي اللي كنا تكلمنا عليه منذ 5 ايام وقلنا بانه تعرض لاصابه في اخر مباراه لي ضد نادي ويست بروميتش البيون وما كانش قدر يكمل الماتش وهو الى اخره. الجديد في هذا الموضوع غير مفرح نهائيا بتاتا البتة، لانه حسب تصريح المدرب ستوك سيتي اللي هو ستيفن شوماخر قال بان ريان كيعاني من مشكله في اوتار الركبه، وللاسف غادي يتم استبعاده لغايه نهايه هذا الموسم. يعني الموسم ديال ريان صافي دابا فين السالم على نادي ستوك سيتي. من بعد المدرب كمل التصريح ديالو وقال بالحرف الواحد: من المخيب للامال ان يستبعد ماي من الفريق لبقيه المباريات القادمه، لكن هذا يبقى جزء من كره القدم وسيتعين عليه التاكد من انه سيستعيد عافيته قبل انطلاق الموسم المقبل. عموما كنتمناو الشفاء العاجل للمغربي رايا ماي. ومن انجلترا الى السعوديه وهذه المره مع الكابيتان ومدافع غانم سايس، وحسب مصادر صحيفه الرياضيه السعوديه فكيبان بان نادي الشباب متشبتين به بزاف وباغي يشريو العقد ديالو بصفه النهائيه من نادي السد. ولاد الاخير كلنا عارفين القصه ديالو مع غانم سايس فاش ما قدروش يسجلوا الاسم ديالو بسبب القانون اللي كاين في الدوري القطري واللي كيسمح لهم بمشاركه 7 لاعبين اجانب فقط. لهذا كان انتقل انذاك لنادي الشباب على سبيل الاعاره. المهم بالمختصر المفيد اداره نادي الشباب غادي تدخل في مفاوضات رسميه مع نادي السد القطري لشراء عقد المدافع الدولي المغربي سايس غانم، وفي حاله نادي السد رفض يبيع العقد ديال الكابيتان بصفه نهائيه فاداره نادي الشباب غادي تطلب تجديد اعارته لموسم اخر. وما زلنا في السعوديه وهذه المره مع الماتش ديال الكلاسيكو والمواجهه اللي كانت مغربيه واللي كانت بين عبد الرزاق حمد الله نادي الاتحاد وياسين بونو فريق الهلال. ولهذا الاخير اللهم بارك في هذا الموسم بوم مع ياسين بونو مهيمنين على الدوري طولا وعرضا، ولحد الان كما عارفين مازال ما خسروا ولا مباراه في دوري روشن، اضافه الى انهم كينافسوا بقوه على لقب دوري ابطال اسيا اللي حاليا واصلين الى نصف النهائي وزيد على ذلك. المهم خليونا مع المباراه الهاتشكوكيه اللي كانت اليوم في نهائي كاس السوبر السعودي، والاخيرا وبعد طول انتظار المغربي كيحط البصمه ديالو ضد نادي الهلال. علاش؟ لانه في اخر 10 مباريات الاتحاد لعبات كونتر الهلال في 3 مباريات وعبد الرزاق ما كان سجل ضدهم ولا هدف. وقبل ما نشوفوا الهدف ديال الدولي المغربي حمد الله، الهلال بعد ما عطلوش الاتحاد بهدف مبكر اللي كان في الدقيقه الخامسه من زمن الشوط الاول بعد ثنائيه انتو جميله جدا ولا ختمها اللاعب ماركون بهدف رائع. من بعد كيدار لك المغربي عبد الرزاق اللي كعادته كيخلق لك الفريق بعد ما هنا كيصيد لك البيلانتي، ولكن قبل ذلك شوفوا هنا التحرك والتمركز وطلب الكره والاستقبال بالصدر مع المراوغه، يعني 2-1 اللي ما عطاش فيها الفرصه او الوقت للمدافع فين عمر عليه، واللي اوتوماتيكيا المدافع اضطر هنا باش يرتكب لك الخطا على المغربي واللي تحسبت ضربه جزاء بعد الرجوع للفار، والعرقله هنا واضحه وضوح الشمس في نهار جميل. المهم حمد الله هو اللي كان وقف عليها في مواجهه مغربيه خالصه بينه وبين ياسين، بوم في المره الاولى بونو كيطاكيها الا ان عبد الرزاق خفن زربان بالمتابعه كيجيب التعادل. ايضا عندنا لقطه اخرى بغيت نهضر عليها واللي كانت بين عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما واللي تالق فيها ياسين بونو، فكما كيبان هنا بنزيما غير كيستلم الكره كيلعب لك الان دو مع المغربي عبد الرزاق. صراحه تحرك كريم كان رائع جدا، ولكن هنا فاش خرج عليه بونو عمر عليه الزاويه كما كيبان لكم بالواضح منطقيا كان خاصو يلعبها مع حمد الله اللي كان متمركز في المكان الصح بدون اي مراقبه، واللي واضح عليه بانه كيدير لابيل دوبال بالحاح، الا ان الفرنسي بنزيما كريم فضل يطمع ويسدد الكره مباشره وبباراد رائع جدا لياسين بونو كيصدى لك لهذه الفرصه. وحتى بنزيما هنا الى لاحظتوا مشى مباشره عند حمد الله اللي كيسلم عليه لانه كان عارف بانه خاصو لابد يباسي ليه. كذلك هنا عندنا باراد اخر ديال ياسين بونو اللي على غفله صالح العمري كيفرابي الكره على اقصى الطرف الايسر لياسين، وكالعاده المغربي السلام
الكلام كيتبوز عليها كما كيبان لكم بالواضح. المهم في المقطع الثاني حمد الله ماركا لك واحد البيت جميل جدا بعد عرضيه بنزيما كريم، ولكن تم الغائه بداعي التسلل اللي كان واضح وباين. عموما وفي المجمل نادي الهلال في الاخير اكتسح لك الاتحاد ب4 اهداف لهدف، وبذلك زملاء بونو ياسين كيتوجوا بلقب السوبر السعودي. مبروك لياسين وهارد لاك لعبد الرزاق حمد الله اللي في هذا الماتش قدم مستوى جيد، وكان لمس الكره في 50 مناسبه وكانت عنده تسديده على المرمى، وهو اللي كان ماركا داك الهدف الوحيد ديال الاتحاد كما عارفين، ونسبه التمريرات الصحيحه ديالو هي 77%، وبالتدقيق عنده 30 باس صحيح من اصل 39، وتحصل على تقييم 7.1 كاحسن تقييم في فريقه، بينما كريم بنزيما تحصل على تقييم 6.3. اما علي المغربي الاخر فاخذ تقييم 7.7.